Mungkin daru ini ada. Cida godang. Anu Pak masih di bawah Bang. Kaki berarti. Anu Pak. Babar. Marium pas hari itu Pak. Mas Syarif temu teh capoen Pak pas metuanan lagi. Haji dijar ke Mas Syarif kok. Dijar ke Mas Syarif. Pati. Pati Pak. Metuannya Yuyun. Pak, di mana Pak? Di tangan Pak. Mundur. Ada mundur ya udah. Ya. Woi. Aduh, cakang. Hah? Hindi benar. Jadi nggak kiri. Oh. Hah? Apa yang berani lo? Không sang hàm lắm chụp đều hàm. Mari kita lihat bisa bersama ya. Kita mau nonton Hah? Iya. Are, saya tersama kain beri setak kau ojenan roh, toko ojen. Are aja. Hah? Tabang kededen dia. Oh iya karo. Jadi tak aja. Ada Pak Kunis suka dajian. Iya, cuman gue pada apa. Boleh juga. Lu apa gitu. Hah? Demang dong. Hah? Ada nih.
Lu ngene hati gitu, Jong. Ubu dah apa jenis coba? Oke, Ubu dimuci. hutan belateran bisa. Bahagia. Hutan ini. Agak baik. Nah, mungkin kalau jangan ngaleng. Mungkin tak pasal korse. Oke. Oke. Lagi torson boleh. Ah. Kita tuh korse ki. Korse ni raja. Hah? Aja lah raja gandonya lah. Pengeranya pesan korse mau nonton kau ngaruh. Udah mana begitu. Kau itu kadir. Oh, Ya, bos aduh kaki. Heran. ya. Ya, bos kamu dingin ya berdiri. Nah, tapi kalau tiga krek kek. Lengon, tak ada hati em itu. Tapi bos. بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم Aduh ada pun kejar sampai situ. الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض وهامان وجنودهم ما كانوا يدرون وأوحينا إلى موسى أن أمر به ويوقف من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولم تقتلوا موسى أن يفعل أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأسلمته إلى فارغا إن كانت الكافرين ربنا على كلها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي قصص ربه الجنود وهم لا يشعرون وهرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت
ألا ببيت يقولونه لكم وهم له ناسحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه مواد الماء وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين ركنة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فسبب في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى